تخيل كده تشوف حد قدامك شكله واقعي قوي وبيتكلم وبيرغي معاك، لكن أول ما تمد إيدك وتسلم عليه تكتشف إنه مش حقيقي أصلا، عبارة عن شوية هوا. هو ده الهولوجرام اللي بدأ كفكرة خيال علمي، لكن بفضل الذكاء الاصطناعي بقى واقعي دلوقتي. عايزين تعرفوا ازاي فكرة الهولوجرام بدأت وازاي دخل فيها الذكاء الاصطناعي؟ استنوا معايا لأن اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. فكرة الهولوجرام بدأت من الخمسينات على إيد عالم فيزياء اسمه دينيس غبور، اللي كان شغال على مشروع لتحسين الميكروسكوب الإلكتروني سنة 1947. غبور كان بيحاول يطور تقنية ثلاثية الأبعاد، وده كان أساس لفكرة الهولوجرام. الفكرة اعتمدت على مبدأ بسيط في الفيزياء وهو تداخل الضوء، وفعلا أبحاث غبور خلته يفوز بجائزة نوبل سنة 1971، وده كان حافز لباقي العلماء والشركات إن هم يطوروا تقنية زي الهولوجرام. في السبعينات شركات زي IBM بدأت تستخدم الهولوجرام لأغراض تجارية، بس التكنولوجيا وقتها كانت على قدها شوية وكان الموضوع صعب ومكلف جدا. بس مع تطور الليزر في الثمانينات الهولوجرام اتطور بشكل كبير وبقينا نقدر نعمل مجسمات ثلاثية الأبعاد وبدقة عالية كمان. وفي بداية الألفينات الهولوجرام دخل في حاجات أكتر زي المعارض الفنية والإعلانات. وفي دراسة عملتها جامعة تكساس سنة 2015 الباحثين فيها أكدوا إن الهولوجرام في المستقبل هيبقى جزء من حياتنا اليومية لو استمر التطور ده، خصوصا لما ندمجه مع تقنيات متقدمة زي الذكاء الاصطناعي. وهنا بقى يجي دور الذكاء الاصطناعي. في السنين الأخيرة بدأ العلماء يشتغلوا على دمج الذكاء الاصطناعي مع الهولوجرام، وهنا الذكاء الاصطناعي بيخلينا ناخد هولوجرامات بتفهمك وتتفاعل معاك بشكل حقيقي أكتر بكتير. وفي دراسة عملتها جامعة ستانفورد سنة 2018 العلماء فيها قدروا يصمموا هولوجرامات بتستخدم الذكاء الاصطناعي علشان تتعلم من حركاتك وتفهم ايه اللي عايز تشوفه، وده فتح المجال لاستخدامات كتير في الطب والتعليم. وواحدة من أكبر التطبيقات دلوقتي للهولوجرام هو في مجال الطب. جامعة كاليفورنيا عملت تجربة في 2020 ولقوا إن استخدام الهولوجرام المدعوم بالذكاء الاصطناعي في التدريب الطبي بيساعد الأطباء إن هم يتعلموا الجراحة عن بعد ويقدروا يشوفوا أعضاء جسم الإنسان بشكل ثلاثي الأبعاد. التجربة دي خلت الأطباء يكونوا أكتر استعداد للعمليات الحقيقية. وبالنسبة للتعليم الهولوجرام بقى وسيلة جامدة جدا لتقديم التجارب العلمية. في تجربة في اليابان اليابانيين استخدموا فيها الهولوجرام المدعوم بالذكاء الاصطناعي علشان يعمل محاضرات تفاعلية في المدارس والجامعات، والطلبة قدروا يستوعبوا المعلومات بشكل أسرع بنسبة 40% مقارنة بالتعليم البلدي. يعني كام سنة كده كمان وشغلانة المدرس أو دكتور الجامعة مش هيكون ليها أي لازمة بعد كده. وتخيلوا كده إن الهولوجرام في مجال الترفيه بقى قريب جدا. الألعاب بدأت تستخدم الهولوجرام علشان تخلق عوالم افتراضية تفاعلية أكتر وأكنك جوه اللعبة بجد. بالرغم من كل التطورات دي كلها لكن لسه في تحديات جامدة جدا، وهي التكلفة العالية، وهي واحدة من أكبر المشاكل اللي بتواجه الهولوجرام. في دراسة من جامعة MIT الباحثين فيها توقعوا إن تكلفة التكنولوجيا دي هتقل بمرور الوقت، بس ده محتاج استثمارات ضخمة في الأول. وكمان في مشاكل تتعلق بالخصوصية لأن الذكاء الاصطناعي بيجمع بيانات عن المستخدمين. الخبراء في المجال الأمن الإلكتروني بيحذروا من إن الهولوجرامات الذكية ممكن تكون مدخل للتجسس على البيانات. في نهاية الحلقة لازم نقول إن الهولوجرام والذكاء الاصطناعي هم حاجتين من المستقبل بس موجودين دلوقتي وبيخدموا في مجالات كتير، ومع التطور اللي بيحصل ممكن قريب جدا نلاقيهم في حياتنا اليومية بشكل مباشر. لو عجبتك الحلقة واستفدت دوس على زرار الاشتراك علشان أنا صوتي اتنبح، وشارك الحلقة مع أصحابك، وبص على المصادر اللي في الديسكريبشن، واستنونا في الحلقات الجاية علشان نتكلم عن تقنيات المستقبل.